صحية تعويضا عما نزع منهم أو عما تم ترحيلهم إليه. ألا ترى أن هذا التعويض مناسب؟ هل لدينا قوائم بالتعويضات؟ نعم، أعتقد أن لدينا قوائم بالتعويضات، وكانت شكلها هزيل ويدعو إلى السخرية والضحك. إذا عوضت نخلة بما يقارب من 25 قرش، والبيت 150 جنيه، والفدان 300 جنيه. لكن كانت هذه أسعار الستينيات. أسعار الستينيات. لا، لم تكن أسعار في الستينيات. كيف؟ خاصة وأن أنت خدونا وألقونا في منطقة صحراوية بيعت سلعة زي السكر أو المواد التموينية أو المواد الغذائية بأضعاف أضعافها، لأن أنت لا تملك البديل. وينضم الآن إلينا على الهاتف من مدينة أسوان اللواء مصطفى السيد، محافظة أسوان. مرحبا بك سيادة المحافظ. مرحبا بك يا أستاذ عمرو. سيادة المحافظ، يعني ونحن بصدد الحديث عن قضية النوبة، هناك الكثير من النوبيين يقولون بأن الجهات التنفيذية تعرقل عودة النوبيين إلى موطنهم الأصلي. ما تعليقك؟ اولا باكد ان مفيش حاجه اسمها قضيه النوبيين، النوبيين ليس لهم اي قضيه. الموضوع عوده لموطنهم الاصلي. موطنهم الاصلي حاليا في بحيره ناصر موجوده فيه، وتم انشاء قبل بناء السد العالي، وتم بناء مركز ناصر النوبه الجديد، وتم بناء 43 قريه جديده في مركز ناصر النوبة، وده من المراكز المتحضرة جدا، والبنية الأساسية كاملة المرافق فيه بنفس مسميات القرى في النوبة القديمة. أما إن هم النوبيين الموجودين عندنا في مركز ناصر النوبة لا أحد منهم يطالب بالعودة مرة أخرى، لأنه خد تعويض، خد حقه قبل بناء السد العالي، وتم انتقاله من جنوب السد العالي إلى مركز ناصر النوبة، خد بيته وخد تعويض عن مزرعته وخد ارض زراعيه. فطالما خد تعويض عن ممتلكاته فما الداعي الى العوده الان؟ هل نستطيع القول بان النوبيين الذين يقولون ان الحكومه ترغب في حصر النوبيين في اضيق نطاق في المحافظه، بينما تسمح او بينما تمنح المساحه الاكبر للمستثمرين؟ اولا ما فيش مستثمرين اطلاقا حوالين البحيره، البحيره ده مخزون المياه الاستراتيجي لمصر بالكامل، فما فيش مستثمرين هناك اطلاقا، واتحدى حد يجيب لي مستثمر عمل هناك اي مشروع. هناك بعض من اهالي النوبه يقررون ان تخصيص الاراضي لهم في وادي كركر هو محاوله للالتفاف على اعادتهم الى موطنهم الاصلي، وهناك اعتراضات قويه من النوبيين على هذا المكان تحديدا، باعتبار انه بيعادوا من صحراء جرداء الى صحراء جرداء مره اخرى. لا يا استاذ مصطفى، انا بطمن حضرتك ان انا جمعت كل النوبيين، اعضاء المجلس الشعب، اعضاء المجالس المحليه، كل الاخوه النوبيين وممثليهم وعمداء القرى والمشايخ والمغتربين والغير مقيمين، جمعتهم بالكامل عندي في المحافظه، وقعدوا لوحدهم وهم اختاروا 6 مناطق لبناء مساكنهم وليس وادي كركر فقط. سيادة المحافظ، يشعر كثير من النوبيين بأن هناك إطالة في آمد تنفيذ قرارات السيد الرئيس بشأن النوبيين، هم يخشوا من طول المدة الزمنية في التنفيذ، فما مردود ذلك على النوبيين؟ أستاذ محمد، أنا بطمن حضرتك وبأرجو أن البرنامج يشرفنا في أسوان ويصور على أرض الواقع أن احنا بنبني بأن حوالي 5 شهور النهاردة بنبني المساكن للإخوة النوبيين. ومعنا الآن في الاستوديو السيد أحمد إسحاق، رئيس لجنة المتابعة النوبية. مرحبا بك سيد إسحاق. أهلا بكم. مرحبا. ما هو العائق الذي يقف في طريق عودة النوبيين؟ والله بعض المنفذين اللي بيسيئوا لفهم حقائق الأمور. يعني على سبيل المثال فخامة رئيس الجمهورية بيقول دول أهلنا وناسنا، الناس الطيبين دول ريحهم اديهم اللي هم عايزينهم، وأولوية عودة النوبيين لمناطقهم الأصلية.
مناطقنا الأصلية المعروفة من الأزل بيمتد من الشلال إلى أدندان على ضفتي النهر. دي إرث تاريخي وجغرافي وتراثي وثقافي من أكثر من 7500 سنة. في مجموعة فئات. لما هجرنا قسرا من منطقة النوبة إلى منطقة كومومبو الجرداء بسلبياتها وكده، المفروض لما استصلحت المنطقة نرجع لمناطقنا الأصلية كما حدث بالضبط لأهل قناة السويس اللي هجروا قسما بسبب الحرب. المنفذين بيفهموا كلام ما بيفهموش كلام الرئيس بالشكل الواضح من الجلي. تقصد بالمتنفذين؟ يعني الحكومة مثلا؟ بعض أفراد الحكومة، يعني مثلا المحافظ وما السابق مصلحتهم مثلاً. في ذلك؟ نعم، ما مصلحتهم في ذلك؟ أقول لك مثلا أيام عبد الناصر كان في اللي بيسموه مراكز قوة. أيام السادات كان في قصة السمان. النهاردة في المستثمرين المستفزين كما جاء على لسان فخامة رئيس الجمهورية عايزين يشتروا منطقة النوبة بملاليم عشان يسقعوها ويبيعوها بملايين. سمعنا أنه كان في مشروع أن الحكومة المصرية بالتعاون مع منظمة الفاو شرعت في إنشاء 18 قرية خصيصا لإعادة توطين أهالي النوبة وصناعة الخصوصية الاجتماعية التي تميزت بها النوبة. ثم سمعنا فيما بعد أنه تم إنشاء 3 قرى أو 3 قرى ولم تعطى للنوبيين، وإنما أعطيت لبعض وجهاء أو رموز من الوجه البحري. نريد أن نعرف نصيب هذه المعلومات من الصحة وما تعليقكم. والله سؤال الحقيقة، يعني أولا اللي أنا سمعته أو اللي احنا سمعناه من سعادة الدكتور يوسف والي تحت قبة البرلمان في مجلس الشعب، نعم، أن هناك اعتماد $1,300,000,000 لإعادة بناء 45 قرية في منطقة النوبة بأهلها. هذه الكم الهائل، الكلام ده ليه ما يقارب من 13 أو 14 سنة. كل اللي اتعمل من منظمة الأغذية والزراعة الدولية عملوا 3 قرى في توماس عافية وفي كلبشة وفي جرف حسين. للأسف لبسوهم زي نوبي وطلعوا لهم بطاقات بنفس الأماكن النوبية وسلموا الأراضي دي. كان كل ضحك على الدقون. هل ترى حضرتك أنه لمواجهة هذه المشاكل المطالبة بتدويل القضية أو بتدخل جهات خارجية، هل هذا سيحل المشكلة؟ سيدي الفاضل، أولا النوبيين بمصريتهم اللي في الكيان دول ما يلجأوش للخارج إطلاقا. لكن نفترض ما خدناش حقنا عن طريق القنوات الشرعيه اللي احنا ماشيين فيه، ولو ان في شك يعني هناخدها ان شاء الله تعالى، لكن قد لا يكون. عندنا مجلس الدوله، القضاء المصري العادل، ولكل مقام مقال. حضرتك ذكرت في معرض كلامك أن اتفاقية منظمة الأغذية والزراعة الفاو مع الحكومة المصرية لإعادة توطين المواطنين على شواطئ بحيرة السد العالي بها مبالغ تقارب $1,000,000,000. لماذا لم يقم النواب النوبيين تحديدا بإعمال دورهم الرقابي للرقابة على تصرفات الحكومة إزاء هذه المبالغ الضخمة باعتبارهم ممثلين للشعب النوبي؟ أولا في حقبة من الزمن، يعني من الأزمنة اللي فاتت، يعني ما كان في حرية الطلاقة في الطلب. حاليا احنا بنطلب بقوة لأن في إلى حد ما في استجابة، واخد بال حضرتك. لكن من ضمن الاستجابة بتاعت الدولة في خريطة موقع عليها من قبل محافظ أسوان الأسبق ورئيس الحزب الوطني ورئيس هيئة تنمية البحيرة وكل القطاعات الفنية، إن المنطقة النوبة تعمر من الشلال لأدندان على الضفتين.